في عالم الكوره في لعيبه بتعدي وفي لعيبه بتفضل محفوره في الذاكره، لكن في لعيب واحد بس اللي خلى اللي قبله واللي بعده يقفوا مدهوشين. الطفل الصغير اللي كان نفسه يلعب كوره بس جسمه رافض يساعده، اللي بقى بعد كده اعظم لاعب شافته الكوره. دي حكايه ليونيل ميسي، وازاي برشلونه راهن على طفل فكسب التاريخ كله. ولو ما شفتش الفيديوهين اللي قبل كده عن قصه خوان لابورتا وده عصر جديد للنادي، قصه رونالدينيو، انصحك تتفرج عليهم الاول وتيجي تكمل. بدايه ميسي كانت صعبه شويه. ميسي اتولد في الارجنتين سنه 1987 في مدينه روزاريو. من وهو عنده 5 سنين الكوره كانت كل حياته، بس المشكله انه كان قصير جدا وجسمه ما كانش بينمو زي بقيه الاطفال. الاطباء قالوا ان عنده نقص في هرمون النمو، والعلاج كان غالي جدا، كان بحوالي $1000 في الشهر، واسرته ما كانتش هتقدر تدفع المبلغ ده. وفي اللحظه اللي كل بدا فيها يفقد الامل، ظهر القدر على شكل كشاف مواهب تبع نادي برشلونه. شاف الولد وشاف سحره، وقال لجوزيه ماريا مانيلا اللي هو اللي كان المسؤول في برشلونه الوقت ده، الولد ده مش طبيعي، لازم يجي كاتالونيا فورا. وفعلا سنه 2000 ميسي وابوه سافروا لاسبانيا. طفل عنده 13 سنه سايب بلده كل اللي يعرفهم عشان بس يحقق حلمه. لما اداره برشلونه كانت متردده توقع معاه ولا لا، المدير الرياضي وقتها كتب عقده على منديل، والعقد ده بقى اشهر منديل في التاريخ. من اول تدريب المدربين وقفوا مذهولين، ولد صغير بيلعب انه عنده كاميرا في دماغه، كل لمسه محسوبه، كل مراوغه فيها ذكاء مش طبيعي. ميسي بدا في اكاديميه لاماسيا اللي خرجت تشافي وانيستا وبيول ولاعيبه كتير تاني، بس الكل كان عارف ان في حاجه مختلفه في الولد ده. في سن 16 اتصعد للفريق الاول تحت قياده المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وفي اول ماتش رسمي سجل هدف خلاه يبكي من الفرحه، والملعب كله واقف يسقف له. بس اللي فعلا غير كل حاجه في ميسي لما رونالدينيو قرر ان هو يحتضنه. كان بيعامله كانه اخ صغير وبيساعده يفهم الضغط والشهره والنجوميه. ورونالدينيو قال وقتها الولد ده هيبقى من اعظم اللعيبه في التاريخ، انتوا بس استنوا. مع مرور الوقت ميسي بقى عنصر اساسي في الفريق، لكن النقله الحقيقه في مسيرته حصلت لما جه بيب جوارديولا سنه 2008. بيب شاف ميسي مشروع اسطوره، قرر يبني الفريق كله حواليه، وحطه في مركز المهاجم الوهم رقم 9، مركز مفيش حد كان بيستخدمه قبل كده. نتيجه لكده برشلونه بقت آلة بشريه لا تقهر، كسبوا كل حاجه قدامه، الدوري، الكاس، السوبر، دوري الابطال، السوبر الاوروبي، كل حاجه. وفي سنه واحده بس برشلونه حقق السداسيه التاريخيه، وبقى اول نادي حققها في التاريخ. وميسي بقى بطل العالم الحقيقي، مش بالارقام لكن بالاداء. الناس كانت بتتكلم على المهارات، بس اللي ما حدش كان فاهمه ان ميسي مش بس موهوب، هو عبقري كروي، عارف فين زميله، فين الجون، في ثانيه بياخد قرارات بتاخد مع غيره دقايق، وحتى لما بيتصاب او بيتضرب من الدفاع بتلاقيه راجع اقوى واقوى. شافي قال عنه لما بتلعب مع ميسي تحس انك دايما عندك فرصه انك تكسب، لكن حتى الاساطير بيعدوا بلحظات وجع. ميسي شاف صحابه بيمشوا واحد ورا التاني، من رونالدينيو وايتو، وبعدين تشافي وانيستا، وبعدين نيمار وسواريز، ومع الوقت حمل النادي على كتفه لوحده. الناس كانت بتلومه لما الفريق يخسر ولما الدفاع يبقى بيلعب وحش، بس الحقيقه هو كان اخر حد بيحاول ينقذ البارسا. المشهد اللي ميسي بيعيط فيه في المؤتمر الصحفي واحد من اكتر المشاهد الموجعه في تاريخ كره القدم، لكن حتى بعد ما مشي فضل حبه للبارسا واضح جدا، وهو قالها بنفسه في تصريح بعد ما مشي انه هيفضل برشلوني طول حياته. ميسي مش مجرد لاعب، ده رمز خلى برشلونه يوصل للسما، من طفل عنده نقص في النمو لاكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ النادي، واكتر لاعب سجل اهداف في الدوريات الخمسه الكبرى، واكتر لاعب معاه كره ذهبيه، واكتر لاعب صنع اجوان في تاريخ الكوره. برشلونه قبل ميسي كان نادي عظيم، لكن بعده بقى اسطوره عالميه. في ناس بتقول ان مفيش حد اكبر من نادي، بس الحقيقه ميسي كان استثناء للقاعده دي، لان برشلونه وميسي كيان واحد صنع التاني، وتاني كتب لتاريخ اسمه بحروف من ذهب. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. في الفيديو الجاي هنتكلم عن تشافي، من مايسترو نص الملعب للمدرب اللي حاول يرجع برشلونه من جديد.